حبايب قلبي، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد. اخيرا رحت شقتي. فيديو جديد، فيديو مختلف. إيه، حاجه بسيطه كده. اول ما دخلت الشقه نزلت الاول جبت شويه فاكهه وانا رايحه، فقلت اغسلها معاكم، وجبت اكله بقى ما اقولكوش. كنت رايحه وصلت على الشقه على المغرب، فكنا جايبين اكله فسيخ انما عجب. كانت حلوه قوي بجد، والطعم كان رهيب. حلاوته لسه في بقي لحد دلوقتي. فالمهم قلت بقى ايه، اغسل شويه الفاكهه اللي انا جبتها كده معاكم في الفيديو، واحضر الاكل، اكله الفسيخ دي وكده يعني، وناكلها بقى ومعاكم في الفيديو كده. المهم دلوقتي غسلت التفاح وجوافه، كنت جايبه سفندي وطماطم وفلفل، تنجان، حاجات كده للبيت، عشان ايه ما ينفعش يعني ان انا ادخل البيت ومفيش فيه حاجه. ماما كانت عطيالي بقى مخلل زيتون ولفت، كانت عطياني رز، كانت عطياني شويه حاجات اخدهم الشقه وانا ماشيه، وحاجات للفريزر وكده. فالمهم غسلت التفاح زي ما قلت لكم والجوافه، وبغسل دلوقتي السفندي، وهنشف الحاجه دي كلها واحطها في التلاجة. ما تنسونيش بقى في اللايك وسبسكرايب للقناه، وكومنت حلو منكم ليا ان شاء الله. وحشتوني بجد. من زمان ما طلعتش عليكم فيديوهات حلوه من الشقه، لان ما بروحش كتير وكده، لان قاعده عند ماما، يعني قاعده مع ماما عشان دراسه ولادي وكده، لان مدارس ولادي هناك في البلد اللي فيها ماما بيت العيله وكده. فما نقلتش، فعشان كده ما بروحش الشقه كتير يعني، لان شقتي في مدينه، وانا مدارس ولادي لسه في الارياف وكده. فهنا بقى بغسل دلوقتي الطماطم، فبغسل كل حاجه انا جبتها يعني على اساس احطها في التلاجة نضيفه، لو عيل حب يعني ياخد حاجه من التلاجة ياخدها يلاقيها نضيفه. إيه، حبيت اعمل حاجه ما اقعدش بقى ان انا الخم نفسي. والله انا بصوا زي ما انا بهدومي حتى ما غيرتش لسه. قلت وانا واقفه كده، لان لو قعدت كان يعني المشوار وكده فقلت لو قعدت ههبط ومش هقدر ان انا اعمل حاجه، خليك كده بحماسك شطبي شويه الحاجات دي وعينيها في التلاجة، وبعدين ايه اغير هدومي وكده. إيه، كانت ماما برضو عطياني بيت بلدي، فحطت عليه ميه وخل شويه، وبعدين دلوقتي بغسله واحطه في علبه البيض برضو عشان اعينه في التلاجة. وكانت عطياني خضره برضو، إيه، بصل اخضر وسريس، وكانت عطياني فجل وشبت وكزبره، فكانوا مغسولين يعني. الحاجات دي الخضره كانت مغسوله محطوطه في كيس. انا بعتذر عن صوتي لان صوتي تعبان بقاله كام يوم، مش عارفه ليه يا جماعه، كل فتره كده الاحبال الصوتيه عندي بتبقى مجهده كده، شويه تبقى كويسه وشويه تبقى مجهده. هنا بنشف البيض وبرصه في العلبه. الحمد لله، ربنا يتم شفانا على خير يا رب. فبحط البيض في العلبه دلوقتي، وهنشف بقى الفاكهه والخضار وكده بمناديل يعني. خلاص كده الدنيا رايقه يعني، انا كنت سايبه الشقه نضيفه والدنيا تمام يعني، مفيش فيها ايه حاجه ان هي تستاهل ان الواحد يعملها يعني. هنا بقى هنشرف الفاكهه على الفوطه دي، انا غسلاها وحطيت حته منديل برضو. هنشف الطماطم الاول كلها، وهفرش منديل في قاع العلبه بتاعت او اللي هي المصفى او علب التلاجة زي ما تسموها يعني. هفرش فيها منديل واحط عليها الطماطم، عشان ايه ما تبقاش محطوطه وهي مبلوله كده، إيه تبوظ معايا بسرعه، لا تفضل معايا اطول فتره في التلاجة وكده. هنا حطيت الطماطم، احطها طبقتين فوق بعض، بس ما بين الطبقتين احط قطعه منديل بالظبط كده زي ما انتوا شايفين. لو وصلتوا معايا لهنا بقى حطوا لايك للفيديو، شجعونا كده. عايزاكم تقولي ايه رايكم في الفيديوهات، وايه رايكم في الفيديو بتاع امبارح، فيديو حماتي. كان يوم بجد حلو قوي اول امبارح. ضحكنا من قلبنا، القعده معاهم بتبقى حلوه قوي، ربنا يديهم الصحه يا رب. هنا بقى برص السفندي او الاستفندي زي ما تسموه يعني، كل واحد على حسب ما يسميه. وهحط طبقة منديل تانية وارص الباقي بعد ما غسلته كده. فاكهة الشتا بتبقى كلها بقى زي ما انتوا عارفين سوائل ومية يعني، ما بتبقاش زي فاكهة الصيف يعني. العيال بتحب فاكهة الصيف اكتر.
هنا بنشف التفاح وهو في المكان في العلبة بتاعته، لان المصفى دي مخرمة من تحت مش هيبقى فيها مية. فخلاص هنا بشتري الحاجة بتاعتي عشان اوديها التلاجة، وهشوف ايه اللي هعمله بعد كده. كان لسه بقى الخضار اللي هو البتنجان والفلفل والجزر هشطفهم برضو واحطهم في علبة عشان اودي كل حاجة التلاجة مع بعضها. هغسلهم كويس قوي، وعشان نبتدي نجهز بقى ايه، واجيب صينية الاول كمان ارص فيها الحاجة اللي انا غسلتها عشان نبتدي نجهز ايه الاكل بتاعنا، لان احنا كنا جايين بقولك واصلين يعني يمكن على المغرب، فخلاص كنا من الصبح يعني يعتبر ما اكلناش حاجة. صحينا الظهر، يومنا ضاع على ما حضرت حاجتي وشفت هعمل ايه، وكان عندي ناس وكده عند ماما. فالمهم بقى ايه، يومي ضاع يعني. فانا ما وصلت الشقة وكده، جبنا الفسيخ من الطريق وقلنا خلاص بقى لازم ايه نقعد ناكل بقى، خلاص كنا فصلنا يعني. هنا بقى هرص البتنجان والفلفل والجزر، هرصهم بقى كله مع بعضه هنا، لان الموضوع مش مستاهل ان اجيب لكل حاجة إيه علبة التلاجة بتاعتها. هنا برضو كيس الليمون برضو هغسله واحطه على الوش مع الخضرة زي ما هي كده. خلاص انا كده خلصت، وهشيل بقى الخضار بتاعي، احط عليه منديل كده ان هو يجففه من على الوش وهيتصفى بقى مع نفسه. هنا بقى كنت بقول لكم برضو ان انا جايبه جبنه ولانشون، جبنه رومي ولانشون عشان العشاء فطار اي حاجه للولاد وكده، لان التلاجة طبعا زي ما انتوا عارفين انا جايه لسه فمفيش فيها اي حاجه. وبرضو كنت جايبه عيش وانا جايه، فدول بقى ايه هحط الجبنه واللانشون في علبه عشان ما اسيبهمش في الفويل ده. العيال لو اخدوا قطعه او حاجه وكشفوها هتنشف وهتبوظ، فارصهم في العلبه دي واحطهم في التلاجة مع علبه البيض. بس كده. وحاجه في التلاجة للولاد فطار وعشاء جنب اي حاجه تانية، مخلل بقى وبيض وجبن كلام من ده. خلاص كده هعين الحاجه دي بقى كده على جنب عشان اشوف هعمل ايه بعد كده. جينا بقى بالكيس العظمه ده، شفتوا بقول لكم تعالوا هنا مفاجاه، هنا حاجه ما تخطرش على البال. وكام ليمونه برضو هنا لقيتهم في الكيس واقعين من كيس الخضره، فغسلتهم برضو وحطيتهم على باقي الليمون. هنا بوريكم الكيس بتاع الفسيخ، وبقول لكم ايه ده محل الفسخاني عندنا هنا في دمياط. فهفتح الكيس بقى واجهز المقص بتاعي واجهز ادواتي عشان نبتدي بقى ايه نقطع الجريمه دي. إيه خلاص شايفين الفسيخ عامل ازاي يا جماعه، تحفه، شكله ولمعته حاجه ما شاء الله، طازه خالص وطعمه كان مظبوط فوق المظبوط بمراحل يعني، حكايه كان حاجه وهم والله. ما شاء الله ما شاء الله. إيه يعني انا بجيب من الناس دي على طول، يعني كل ما بكون رايحه دمياط او يعني جوزي جاي او كده ونفسي فيه، يعني مش على طول ان هو مثلا، يعني كل فتره كل ما بنحب او نشتاق له او نفسنا تروح له بخليه يجيب لي منه. بصراحة تحفة 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 طعم. هنا خلاص بشيل القشر بتاعه، بنضفه من بره عشان ولادي ما بيحبوش برضو ان هو يفضل زي ما هو من بره، او ان انا افتحه كده على الشكل ده وخلاص، لا بحبه يتنضف كويس. وهغسله الاول، يعني هشيل الراس وبعدين اشطفه واكمل تنظيفه. زي ما انتم شايفين كده في ساعتها ما بياخدش وقت معانا، والحمد لله يعني ايه حاجة سريعة في يوم زي ده يكون الواحدة مسافرة، مش قادرة بقى جاية مرهقة مش هتقدر تعمل حاجة. هنا بقى اشطفه من بره كده قبل ما افتحه، وتنيت الورقة وحطيت عليها في الجنب النضيف الفسيخ اللي انا شطفته. هنا هفتحه معاكم بقى، هشيل الديل وافتحه واوريكم وشوفوا بطنه عاملة ازاي، احكموا انتوا. مبطرخ يا جماعة والله، شايفين البطارخ حاجة تحفة والله، سمنة كده وزبدة نازلة منه. شايفين بطنه نضيفة ازاي، يعني انا فاتحاه معاكم والله ما شاء الله لا قوة الا بالله، مفيش فيه اي حاجة، بطارخ بس وسمنة وزبدة نازلة منه، مفيش اكتر من كده. هنا بس اشيل الحاجات اللي بتبقى لازقة بس على اللحم بتاعه بطرف السكين وخلاص على كده. شايفين احمر وحاجة لونه وردي تحفة وطعم حكاية والله. يعني انا نفسي راحت له وانا بكلمكم عنه دلوقتي، انا بسجل لكم الفيديو بالليل
بعد خلاص ما اتعشينا وشربنا الشاي وعملت لهم برضو شويه حاجات هتنزل لكم بكره في الفيديو ان شاء الله، في فيديو تاني. ف إيه زي ما قلت لكم كده ايه يعني ايه، فبسجل لكم على الفيديو كده في السهره. حاجه ما شاء الله، شايفين اللون بتاعه يا جماعه؟ شايفين مفيش في بطنه حاجه ازاي غير سمنه. انا اوريكم والله طرف السكينه اللي انا منزلاه فيها سمنه، يعني شايفين حتى وانا بسحب سمنه بس. خلاص كده انا كنت قطعت فسيخ، هبتدي بقى اقطع بصل واجهز فلفل واجهز المخلل بتاعي اللي ماما عاملاه وعطاني منه. حاجه بقولكوش ما شاء الله على طعم المخلل ده، كمان تحفه، حلو قوي. تسلمي ايدك يا ماما، ربنا يجازيك كل خير يا رب ويديك الصحه والعافيه، وحشتيني. إيه. خلاص بقى كده هقطع البصل عشان اطلع الاكل بقى، لان الجماعه بره بيصرخولي بيقولوا يلا انتي لسه. خلاص كده البصل بقى خلصته، هحط عليه بقى ملح وليمون وكلام من ده ونقطه خل، شويه خل يعني. وخلاص، وهنا الفلفل بس مش مكتره اني ولادي مش بياكلوا فلفل، وليمون. وخلاص هحط مخلل بقى، ده الزيتون اللي بقول لكم عليه ما شاء الله. ماما ادتني برطمان صغنن كده زيتون وبرطمان لفت. هحط شويه من ده وشويه من ده، عشان اللي عايز ياكل من ده ياكل، واللي عايز ياكل من ده برضو ايه ياكل. شايفين اللفت عامله زي بتاع المطاعم، حاجات تحفه كده. خلاص كده اكلنا جاهز، الفسيخ والبصل والفلفل والبصل الاخضر برضو والسيريس وكل حاجه، الخضره وكل حاجه جاهزه معايا خلاص. وعندكم الليمون بقى وكده. نسيت بس ان انا اقطع طماطم بعد ما قعدت على الاكل، بقول لهم يا جماعه انا نسيت اقطع لكم طماطم على الاكل. هجيب بقى البيبسي وهصبه في الكوبايات وخلاص على كده. احط الحاجه بتاعتي اللي انا غسلتها احطها في التلاجة وكده خلاص. خلاص كده بحط الحاجات كلها في التلاجة بتاعتي اللي انا جبتها. وما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب للقناة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ودمتم في امان الله، مع السلامة.